السلام عليكم، حبيكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات حنان الصيبل. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال الفوشي المنزلي بمقادير اقتصاديين وكيصبرنا لمده اطول، صالح لتزيين الحلويات الكريميه، وايضا كيستعمل في الطبقه المقرمشه، الطبقه الاولى في الكيك ديزاين او غاتو اوبيرا ولا غاتو رويال او شوكولا. الطبقه المقرمشه كيكون فيها مزيج ما بين الفوشي المنزلي ولا بات براليني. فوشي منزلي غادي نشوفوا في هذا الفيديو، ولا بات براليني غادي نشوفوا في فيديو المقبل ان شاء الله. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو اول حاجه عندي بياض بيضه، الوزن ديالها 36 غرام. دونك غنتماشاو بنفس العبار مع بقيه المكونات. عندي 36 غرام ديال بياض البيض، 36 غرام ديال الزبده، 36 غرام ديال السكر كلاصي، 36 غرام ديال الفورص مغربل، كويسه الملحه، وكيس ديال سكر فاني او معلقه صغيره ديال لاغوم فاني. غادي ناخذ 36 غرام ديال الزبده وندوبها، ونطرب 36 غرام ديال بياض البيض ما يعادل بياض بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف عليها قبيصه الملحه وكيس ديال سكر فاني. وغادي نضيف 36 غرام ديال السكر كلاصي مغربل، وغادي نكمل تضرب في نفس الوقت. غادي نضيف 36 غرام ديال الزبده دايبه. وفي الاخير عندي 36 غرام ديال الفورص مغربل، وغادي نستعمل ورق الطهي او بابي كويسون. ونبدا ندير كميه قليله على الورق ديال الطهي ونسرحها مزيان حتى تولي عندي كوش رقيقه، حتى ما يبقاش يبان لي الخليط على ورق الطهي ويجيني رقائق ديال الفويتين بسمك واحد. وسخنت الفرن من قبل على عافيه متوسطه، وندخل الصينيه الفرن. عادي يطيب غير شويه، ينشف لي على عافيه مهيله مده 8 ديال الدقائق. بعد ما طابوا غادي نحيد الجوانب اللي كيكونوا معارضين الحراره ديال الفرن، حيت باقي سخون غادي نبدا نكسر فيه باش نحصل على رقائق ديال الفويتين بهذه الطريقه.
هذا هو الشكل النهائي ديالو. رقائق ديال الفويتين، مكونات اقتصاديين ومقادير مضبوطين غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. صالح لتزيين الحلويات ديال لا كريم او كيك ديزاين، ميني تارت، غاتو غلاسي، غاتو رويال، اوبرا اي اونتروميت. ايضا كنصايبوا به الطبقه المقرمشه اللي تكون في الطبقه الاولى ديال الغاتو، وسهل في التحضير. وصلت نهاية الفيديو، نتمنى الوصفة او الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى وصفة جديدة وفيديو جديد من سلسلة كيك ديزاين ان شاء الله. مع السلامة.